السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال، ورمضان مبارك سعيد ينعاد عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم ملوي مورق بطريقه سهله ومبسطه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وكومونتيرات فقط للتشجيع، وشكرا لكم. ونخليكم مع بقيه الفيديو وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاج في الملاوي، هنا عندي زلافه ديال الدقيق الابيض، زلافه ديال الفينو، معلقه كبيره ديال العسل، هنا عندي شويه ديال الملحه، معلقه صغيره تقريبا ديال الخميره ديال العجين، وعندي الماء دافي. ونبداو على بركه الله. غادي ناخذ الدقيق غنضيف عليهم الملحه وكيس ديال الخميره، وغنضيف معلقه ديال العسل كما ذكرت معكم. وغادي نجمع الخليط بالماء دافي. خليتها ارتاحت، دابا غادي نقطعها. ومن بعد ما نقطعها نخليها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه. وهنايا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما قطعت العجينه كامله، دابا غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح. دابا غنحضر معكم الخلطه اللي كنورق بها الملاوي. هنايا عندي الزبده مذوبه، عندي الفينو، كيس ديال الخميره، وعندي شويه ديال الزيت. غادي نوضع الزيت فوق الزبده، من بعد غنضيف عليهم الفينو، وغنضيف كيس ديال الخميره، وغنحرك المكونات كامله مزيان. وغادي نحطها على جنب. هنايا نقيت سطح العمل، غادي نوضع شويه ديال الزيت، وغنسرح العجينه. ودابا غادي ناخذ الخليط اللي حضرت معكم، غادي نوزعه فوق العجينه. وكنطوي كما كتشوفوا.
وغنوضع الخليط كما كتشوفوا، كل طويه كنوضع الخليط. وغنقلب في العجينه كما كتشوفوا على هذا الشكل. طريقه جد سهله. ديك الجنيبات اللي كيبقاو كنحاول نخشيهم في الوسط. دابا نحاول نضرب عليهم كما كتشوفوا، نردهم يرتاحوا واحد ل5 دقائق. بديت كنطيب الملاوي كيجيو غزالين ومورقين، وكما شفتوا الطريقه جد سهله. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى تشجيعاتكم. خليت لكم الراحه وبصحه فطوركم. فيديو قادم ان شاء الله.